أنا سعيد جدا بعودتي إلى المنتخب، وكما أقول دائما سأظل جاهزا لخدمة بلادي في أي وقت، وسعادتي أكبر لأننا سنواجه هولندا في مباراة مصيرية. أعد جميع الجماهير المغربية أننا سنريهم من هم المغاربة، وسنقاتل بكل ما نملك حتى آخر دقيقة من أجل تحقيق الفوز والتأهل. أخيرا المايسترو حكيم زياش يعود للمنتخب الوطني المغربي قبل مواجهة هولندا. كنظن كاملين كنعرفوا أن حكيم زياش ما كيحملش شي حاجة سميتها هولندا بسبب دوك الضغوطات اللي كان كيتعرض ليها من طرف الصحافة والإعلام الهولندي. كاملين عارفين القصة ديال حكيم زياش، الأندية العالمية كاملة كانت كتمنى أنها تعاقد معاه، والشعب الهولندي كان فرحان بحكيم زياش حيت واحد الموهبة غادي تنضم للمنتخب الهولندي. حتى كيتصدموا بين ليلة وضحاها كيعلن حكيم زياش أنه غادي يمثل بلاده الحقيقي اللي هو المنتخب المغربي. ولكن ماذا لو كانت لديك مباراة ضد هولندا وسجلت هدف؟ ماذا ستفعل؟ ليس لدي جسم لاعب كمال الأجسام، لكنني سوف أقوم بقلع القميص. أقول أن ليس لدي جسم رياضي، ليس لدي عضلات صدر، ليس لدي عضلات بطن، لكنني سأقوم بخلع القميص مثل بالوتيلي تماما. واش سمعتوا الناس اللي كيقولوا راه المغرب كيجيب لعابه ماشي مغاربه؟ سمعتوا السيد كيفاش متعطش انه يسجل هدف ضد هولندا ويحتفل؟ قال لك غيدير الاحتفاليه ديال بالوتيلي واخا ما عنده لا عضلات صدر لا عضلات باطن. وكيجي شي واحد كيقول لنا علاش حكيم زياش عزيز عليكم حتى لهاد الدرجه؟ راه هادشي علاش محبوب عندنا حكيم زياش. جيبوا لنا شي لعاب اللي يقدر يقول على بلاد كامله بحال هاد الهضره هادي. صحيح ما عجبناش الحال ملي ما شفناش حكيم زياش في القائمه النهائيه اللي غادي تمشي وتمثل المغرب في المونديال ديال امريكا كندا والمكسيك، ولكن ملي عرفنا ان هولندا هو الخصم ديالنا اللي غادي نواجهوه في الدور المقبل، الشعب كامل والمغاربه كاملين طالبوا باش يكون حكيم زياش حاضر معنا في المنتخب، حيت المغاربه الحقيقيين هما اللي عارفين القيمه ديال حكيم زياش وشنو قادر يدير ضد هولندا. هدف واحد هو اننا نفرحوا جميعا بمنتخبنا الوطني. دير رجع حكيم دير رجع. فوزي القجع ما تاخرش باش يوافق على طلب الشعب المغربي، وامر محمد وهبي قال ليه ضروري خاصك تستدعي حكيم زياش باش يكون متواجد في التشكيله ضد هولندا. نسمعوا شنو قال محمد وهبي في الندوه اللي خرج بها صباح اليوم بخصوص استدعاء حكيم زياش، واللي اكد من خلالها ان حكيم زياش راه جاي في الطريق وغادي يمثل المنتخب الوطني المغربي في المباراه اللي غادي تجمع المغرب ضد هولندا. نسمعوا شنو قال. لقد تحدث معي فوزي القجع بشكل مباشر وأكد لي أن الشارع المغربي بأكمله يتمنى رؤية حكيم زياش في مباراة هولندا. قال لي إن الجماهير تثق في حكيم زياش ثقة كبيرة، ليس فقط لأنه لاعب يملك الجودة والخبرة، بل لأنه يعرف الكرة الهولندية جيدا ويعرف عقلية المنافس وتفاصيله، وهذا قد يصنع الفارق في مباراة بهذا الحجم. كما أخبرني أن حكيم متحمس للغاية لهذه المواجهة، وسمعت أنه متعطش لتسجيل هدف في شباك هولندا ويريد أن يقدم مباراة تليق باسمه وباسم المغرب. بالنسبة لي عندما يجتمع رأي الجهاز الفني مع رغبة الجماهير وإصرار اللاعب فمن الطبيعي أن نمنحه هذه الفرصة، لذلك اتخذت القرار، وحكيم زياش سيكون حاضرا أمام هولندا وسيواصل معنا مشوار كأس العالم. بالنسبة لنا زياش ليس لاعبا غريبا عن هذا المنتخب، بل هو أحد اللاعبين الذين قدموا الكثير للقميص الوطني وكان حاضرا في أصعب اللحظات وشارك في كتابة تاريخ الكرة المغربية. لا يمكن أن ننسى كل ما قدمه من أجل هذا الوطن. نحن نثق في جميع لاعبينا سواء الذين يبدأون أساسيين أو الذين يدخلون من مقاعد البدلاء، لكن وجود لاعب بخبرة حكيم زياش في مثل هذه المباريات يمنح المجموعة حلولا إضافية وشخصية قوية داخل الملعب. وأريد أن أوجه رسالة إلى الجماهير المغربية: استمروا في دعمكم لأن اللاعبين يشعرون بكم في كل دقيقة. هذا المنتخب يلعب من أجلكم ويقاتل من أجل إسعادكم، وكل لاعب يدرك حجم المسؤولية التي يحملها. لقد وعدت الشعب المغربي منذ بداية البطولة بأننا لن نأتي للمشاركة فقط بل سنأتي للمنافسة. صحيح أننا حققنا إنجازا تاريخيا في النسخة الماضية، لكن لماذا نتوقف عند ذلك؟ كرة القدم لا تعرف المستحيل. إذا آمنا بأنفسنا وإذا حافظنا
على روح المجموعة والانضباط، فمن حقنا أن نحلم بالذهاب إلى أبعد نقطة. نحن نحترم هولندا كثيرا، فهي منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين، لكنهم أيضا يعرفون قيمة المنتخب المغربي، ويعرفون أن مواجهتنا ليست سهلة على أي فريق في العالم. سندخل المباراة بثقة دون غرور، وسنقاتل حتى آخر ثانية. وأعد الجماهير المغربية بأننا سنبذل كل ما لدينا فوق أرضية الملعب. هدفنا ليس فقط تجاوز هولندا، بل مواصلة المشوار خطوة بخطوة. نحلم ببلوغ نصف النهائي مرة أخرى، ولما لا النهائي، ولما لا التتويج بكأس العالم. الأحلام لا تتحقق بالكلام، بل بالعمل والتضحية، وهذا ما نفعله كل يوم. إن شاء الله سنواصل إسعاد الشعب المغربي، وسنقاتل من أجل رفع راية المغرب عالية أمام العالم. إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما سمعتوا كانت هذه التصريحات اللي خرج بها محمد بوهبي في الندوة اللي كانت عنده اليوم، واللي تحدث من خلالها على عودة حكيم زياش، ووعد الجماهير أن حكيم زياش غادي يتواجد ضد هولندا. ودابا نمشيو نسمعوا الأول تعليق خرج به حكيم زياش مباشرة من بعد ما تأكد رسميا هذا الخبر، هذا خبر انضمام حكيم زياش للمنتخب وغادي يتواجد في التشكيله ديال المنتخب المغربي اللي غادي تلعب ضد هولندا. نمشيو نسمعوا شنو قال. صراحه حكيم زياش فرح بزاف بهذا الخبر هذا، خصوصا وان المباراه غادي تكون ضد هولندا، وراكم عارفين حكيم زياش مع هولندا باغي غير امتى يلعب ضدهم باش يماركي ما بيت ما جوج. نسمعوا شنو قال. أولا أريد أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بعد هذا الخبر. بصراحة عندما تلقيت الاتصال وأخبروني أنني سأعود إلى المنتخب للمشاركة أمام هولندا، شعرت بفخر كبير. لا يوجد لاعب مغربي يمكن أن يرفض تمثيل بلده، وأنا منذ اليوم الأول كنت مستعدا، سواء كنت داخل القائمة أو خارجها. سمعت أن الجماهير المغربية كانت تطالب بوجودي في هذه المباراة، وهذا الأمر أثر في كثيرا عندما تشعر أن شعبا كاملا يثق بك ويطالب بعودتك، فهذا يمنحك مسؤولية أكبر قبل أن يكون شرفا. أشكر كل المغاربة على هذه الثقة، وأعدهم بأنني سأقاتل فوق أرضية الملعب حتى آخر دقيقة. بصراحة هذه المباراة تعني للكثير. الجميع يعرف قصتي مع هولندا، ويعرف أنني عندما اخترت تمثيل المغرب تعرضت للكثير من الانتقادات، وسمعت كلاما قاسيا من بعض وسائل الإعلام والمحللين هناك، لكن لم أندم يوما على قراري، لأنني اخترت أن أمثل بلدي، واخترت أن ألعب من أجل الشعب المغربي، وهذا القرار سأفتخر به طوال حياتي. عندما علمت أنني سأعود للمشاركة أمام هولندا شعرت بحماس كبير. ليس مباراة للانتقام من أحد، لكنها فرصة لأثبت مرة أخرى أن اختياري للمغرب كان القرار الصحيح. أفضل رد بالنسبة لي سيكون داخل الملعب وليس عبر التصريحات. أشكر الجماهير المغربية التي طالبت بعودتي، هذا الحب يعني للكثير، وأعدهم بأنني سأقاتل من أجل هذا القميص كما فعلت دائما. أعرف المنتخب الهولندي جيدا، وأعرف عقلية لاعبيه، وإذا منحني المدرب الفرصة فسأبذل كل ما لدي لمساعدة المغرب على التأهل. لا أفكر في نفسي، بل أفكر في المغرب. إذا سجلت هدفا فسيكون أجمل شعور. النهاردة لما يحتفلوا قدام مصر وإيران بعلم المثليين، اللي المفروض ان انتوا عمالين تقولوا على نفسكم ان انتوا اقوى منتخبات واقوى بلاد عربية. طيب هل اللي حصل النهاردة مع مصر وإيران يقدروا يعملوه مع المغرب؟ انا بسيبك من فضيحة منتخب مصر،